لو بتعملي الكفتة وتطلع معاكي مكتومة وناشفة ومش بتلمع، الموضوع كله بيرجع لعوامل كتير قوي زي التسوية وطريقة التحضير، هي دي اللي هتخليها طرية معاكي وجوسي جدا. شايفين الكفتة محتفظة بالعصارة بتاعتها ازاي؟ وده يرجع لمكون انا بحطه في الكفتة عشان يحتفظ بالعصارة. يلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجه ده نص كيلو من اللحمه، عليها نسبه تقريبا 15 ل 20% من الدهون. يا هتقولوا للجزار يفرمها لكم وشين او تفرموها في الكبه بتاعتكم كويس جدا، لان دي من اهم الحاجات اللي هتخلي اللحمه متماسكه معاكم ومش بتفك. تاني حاجه هنضيف على نص كيلو بصلايه كبيره مبشوره ومش هنصفي الميه بتاعتها. ضفت عليها كمان فصين من الثوم، والمكون بقى اللي بيخلي الكفته ما تفكش مني وبيحتفظ بالعصاره بتاعه اللحمه والميه بتاعه البصل هو معلقتين من البقسماط المطحون. وضفت كمان نص معلقه كبيره من البيكنج باودر والملح والفلفل ورشه بسيطه جدا من بهارات اللحمه. مش بحب اضيف حاجه اكتر من كده في كفته اللحمه. هعجن فيها كويس جدا لحد ما كله يتداخل مع بعضه ويبقى عامل كده. انا عايزه انسجه اللحمه تكون متداخله كلها في بعضها وعامله خيوط. جبت بقى مسن سكاكين وقعدت اصبع الكفته. شايفين هي متماسكه ازاي مش بتقع على المسن؟ وده عشان حطينا البقسماط في امتص السوائل الموجوده في اللحمه والبصل، وكمان عشان عجناهم كويس جدا مع بعض. هطلعها كده بكل سهوله وارصها في الصينيه، وهخلص بقى باقي الكميه بنفس الطريقه. هنا بعد ما خلصتها كلها هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 220 او اعلى درجه حراره عندك، الرف الاخير لحد ما تستوي وتتحمر في الدهون بتاعتها. مش هنطول على اللحمه في الفرن، اول بس ما تنزل الدهون بتاعتها وتتحمر فيها هنطفي على طول. شايفين حلوه وبتلمع ازاي وطريه جدا.